والله اخويا نوفل اللي جمعتي كلشي، جمعتي الطاسيله والفصيله ديال بنادم كامل. المهم برافو عليك، برافو على وليدات بلادي وبنات بلادي. هكا نبغيكم ديما حارين في الجواب. المهم الخوت، كملوا هذا الفيديو وردوا عليا اخبار في التعليقات. في المغرب لا نبيع ولا نشتري. نحن في المغرب نحب العمل بجد واجتهاد. نحن في المغرب نصنع الطائرات والسيارات، نزرع الأرض بالخيرات، نشيد السكك الحديدية التي تسير عليها ما جاد به الزمان من أسرع القطارات. نحن في المغرب نبني النساء وكذا الرجال لنصنع المستقبل الذي نريد. نحن لا نشتري ولا نبيع. نحن ثامن العالم في تصنيف الفيفا. نحن أبطال العالم قبل أشهر هناك في تشيلي. نحن أبطال العرب قبل أسابيع في قطر. نحن من حصدنا المعدن النفيس في ألعاب باريس الأولمبية. نحن أبطال أفريقيا في الشان. نحن أسود القاعة، ننتصر ولا نعرف الاستسلام. نحن من عبرنا مع السيدات للمونديال وخسرنا معهن بشرف نهائي الكان. نحن أيها السادة من رفع أسهم القارة الأفريقية في بورصة الكرة العالمية وكسر كل الحواجز الوهمية ليصل في قطر لمربع الكبار ويحرج بطلة فرنسا وبطلة العالم فرنسا ويعبر بأمان حواجز إسبانيا، كرواتيا، بلجيكا والبرتغال. نحن بكل فخر لا نبيع ولا نشتري. نحن نعمل ونبني ونحمل طموح وطن وأحلام قارة جاءت فشاهدت وعاشت كأسا أفريقية لم ترها منذ أن عرفت البشرية كرة القدم. بعد أن تعرفتم علينا دعونا نسرد لكم بقية الحكاية. مشاهد غير مسبوقة من المطارات إلى الطرق والقطارات، وصولا للفنادق والملاعب، ومدن وقرى تعيش شغف الكورة، وأهل لا يعرفون سوى الترحاب والكرم. عاشت جماهير ومنتخبات القارة الأفريقية أجواء كأس عالمية. التميز كان في كل شيء، ما أثار الغيرة لدى الغير، فأقسموا بكل الأيمان أن عرس الكان سيتحول إلى مأتم، ولنهدم ما بنته أمة مغربية تصبو إلى منافسات أفريقية بنكهة مونديالية. البداية كانت مع إعلام الجزائر، ثم انتقلت العدوى للبعثة بمختلف انتماءاتها، ومع مرور الأدوار جاء الدور على البعض الذين كلما فشلوا كرويا علقوا الفشل على شماعة التحكيم وفقا لنظرية المؤامرة والكولسة التي ألصقت ببلد ذنبه الوحيد أنه أكثر في الترحاب، وهيأ الظروف لمنافسة أفريقية بنكهة عالمية. لنصل بعد ذلك إلى الفصل الأخير من الحكاية. هناك كانت وبزاف اخويا نوفل، بزاف علينا وعليهم. وانا حسدت راسي، انا مغربي وحسدت راسي، حسد مغربي. والله الا بزاف اخويا نوفل، برافو عليك والله، تا روبورتاج عالمي، جبدتي كلشي. المهم كاع داكشي اللي كانوا باغيين يقولوا المغاربه قلتي نتايا. تبارك الله عليك اخويا، وديما مغربي.